السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله، ومبروك عواشركم. اليوم عندنا غادي نديرو واحد جوج بساطل تاع الدجاج حلوين، ديكوراسيون زوين وبسيط، كيجيو لذاذ وكيجيو زوينين. هنا عندنا الدجاج، ما بغيتش نكثر عليكم صور مقادير. عندنا هنا 6 دجاجات، 2 معالق كبار سكينجبير، بزار، خرق ومعرق. عندنا كاس كبير تاع السنيده، عندنا كاس تاع الماء الزهر، عندنا شويه المسكه حره، عندنا معلقه كبيره قعقله وبسيبيسه، وعندنا معلقه كبيره تاع السمن. هنايا اللوز البنات فسختو وخليته بات ينشف. دابا انا كنقلي فيه بهذه الطريقه بحال هكا، كنبقى نحرك باش كنديرو في الزيت بارد، وكنبقى نحرك فيه حتى يطيب مزيان من الداخل. هنايا قلت لكم درت زيت العود، 2 كيسان تاع زيت العود، مسكه حره، عندنا كاس تاع السنيده، كاس تاع الماء الزهر، عندنا العطريه اللي قلت لكم 2 معالق كبار سكينجبير، بزار، خرقوم، عرق، معلقه كبيره تاع قرقله وبسيبيسه، وكندير معاهم 2 عواد كبار تاع القرفه. هنا ملي حيدت الدجاج درت البصله كنخليها حتى كتشرب مزيان ديك لاصوص اللي طاب فيه الدجاج، وكندير فيها حتى هي معلقه كبيره ديال القرفه، وكنزيد فيها تقريبا شي كاس تاع السنيده، وكنخليها كتعسل مزيان. هنايا عندنا داك اللوز اللي قليته، ديتو طحنته. هنايا غادي ندير لكم ديكوراسيون ديال البسطيله، حيت انا هنايا بغيت نشارك معكم هاد 2 بسطيلات فايتين. خدمت شحال من مره بسطيله حلوه، وبغيت ندير لكم ديكوراسيون عاوتاني جديد، وبغيت نشاركه معكم. صافي بحال هكايا. ملي طابين الدجاج خليته برد وفرتتناه. اللوز طحنته وخلطته مع 2 معالق كبار ديال القرفه، ومع تقريبا شي نص كاس تاع سكر كلاصي، ومعكتهم مزيان. هنايا عندي الزبده وزيت مخلطين مزيان باش غادي نسد هاد البسطيله. صافي بحال هكا كنبقى حتى ندير داك الورقات ديال البسطيله. حنا غادي نمونطيها بحال شكل البسطيله عاديه، وعاد باش غادي نديرو لها الديكوراسيون من الفوق. ولكن صدقوني راه كتجي لذيذه بزاف. جربوا هاد الطريقه اللي كندير انا ديال الطياب تاع البسطيله. نعاود معكم عاوتاني، فيها 6 دجاجات، وعندنا 2 معالق كبار سكينجبير، 2 معالق كبار بزار، و2 معالق كبار خرقوم عرق، عندنا معلقه كبيره ديال قعقله وبسيبيسه، كاس تاع السنيده، كاس تاع الماء الزهر، معلقه كبيره ديال معلقه صغيره عفوا ديال مسكه حره، 2 عواد القرفه. صافي، و2 كيسان تاع زيت العود، وكنخليوها طيب مزيان. عاد باش كنحيدوها كنزيدو عليها البصله. انا البصله هنايا درت 6 كيلو، 6 كيلو 8 كيلو تاع البصله باش تعطيني انا ديك الكميه اللي بغيت. هنا كيف قلت لكم ملي درنا الورقه غادي نحط انايا ديك البسطيله ديالي الدجاج اللي دغمرته مزيان. عاود ملي حيدت ديك البصله دغمرتها، عاود ترديت فيها ديك الدجاج ودغمرت الدجاج. دابا هنا هذا الدجاج وبصله. صافي غنحط عليهم داك اللوز اللي قلت لكم طحنته، قليته وطحنته، وزدت عليه قرفه وسكر كلاصي ومعكتهم مزيان. انا هنا طحنته شويه بالزيت باش ينسجم ليا مع داك الخليط ديال الدجاج. صافي انا غنبدا نجمع في الورقه عاديه كيف كندير، كنبدا نجمع فيها بحال هكا. صافي بحال هكا كنبقى نجمع فيها مزيان. ملي كنجمعها غنعطيها الشكل اللي كنديرو ديال البسطيله دائري مزيان. وعاد باش غادي نديكورا انا من الفوق،
انا بغيت ملي جاتني هاد جوج بسطيلات بغيت نخدمهم معاكم باش تزيدوا تستافدوا مزيان وتزيدوا تعرفوا بزاف كيفاش كنخدموا البسطيله. كاين اللي ما كيعرف، كاين اللي كيعرف يطيبها وما كيعرفش يطويها. هنا هاد الطريقه كتوريكم كيفاش طوي البسطيله. هنا راه كتجري مزيان، راه ما كتبقاش واخا كتبان لكم بحال هكا حيت ديال البخار، راه كتجي رقيقه وكتجي مقرمشه بزاف. صافي هنايا ملي جمعتها مزيان غادي نعاود نغطيها بجوج ورقات اخرين وغادي نخدموا على الديكوراسيون. انا هذه ماشي مبغيش نكثر فيها الديكوراسيون باش تجي سهله وزوينه. ما حدنا كنبدعوا في البساطل، لما لا فما تكون شي موديل جديد ولا شي حشوه جديده ان شاء الله نشاركها معاكم. وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، دعموا مطبخ الشرقاويه باش يولي يوصلكم ان شاء الله كل جديد. هنا ملي طويتها شتي كطوي البنات هنا في السطيله تاع الدجاج راه كتضغطي عليها بحال كتقرصيها. بسطيله الحوت لا، كتخلي داكشي باش كتكون كثيره بزاف والفيرميسيل باش كيدخل هذاك البخار داكشي باش كطيب من الداخل مزيان. هنايا حيت الدجاج طيب وكلشي طيب يعني خاصها ديال اللوز تضغطي عليها. هذيك الضغيطه اللي كتضغطي على البسطيله وتورقيها باش ما تهش لك داك الورقه. كاين اللي كتدخليها للفران وكتطيب لك، وكاين اللي كتهز ليه الورقه. هذيك الضغيطه هي اللي ما كتخليش داك البخار يدخل الوسط ويخلي الورقه تفرق على الحشوه اللي فيها. بحال هكايا انا غندير واحد ديكوراسيون. غناخذ الورقه وغنردها ورقه مربعه يا اما بالقطاعه ديال البيتزا ولا بمقص بحال ورقه. غنقطعها مربعه وغنقطعها على جوج بهذه الطريقه بحال هكا باش انا غنحصل على واحد البلي بحال هكا. كنطوي فيهم كنحصل على داك البلي بحال هكا. كندهن البسطيله ديالي بالزبده والزيت وكنحط الطرف ديال البسطيله وكنحاول نخليهم بلي ماشي نجيبها مكمشه. كنحاول هذوك الورقه نديرهم بليات باش تعطيني واحد ديكوراسيون زوين. وكيف قلت لكم البنات هذه راه الورقه تاع البخار ما تخافوش منها، راه كتجي رقيقه. صافي كنبقى بحال هكا كنحصل كيف قلت لكم مع ديك البليات بحال هكا حيت ملي كيطيبوا كيجيو واقفين. على قبل هاد الديكوراسيون علاش انا عاودت معكم هاد البسطيله. وسمحوا لي الا سمعتوا شي صداع ولا شي حاجه، راه عارفين نتوما يا سكن الاقتصادي كيكون فيه الرواج بزاف. صافي بحال هكا غنبقى نستمر حتى غنكمل ديك لي بلي اللي عندي غير بشويه بشويه البنات. كتعاودي تجمعيها بحال هكا وكتحاولي ديري بليات. صافي حتى غنبقى غنكمل البسطيله كامله. هنايا هذه البلا ديال 45 تياخذ ليا انا 3 دجاجات وتياخذ ليا كيلو تاع اللوز وتياخذ ليا كيلو لاروب تاع الورقه. انا بغيت نشارك معكم كل شيء باش تعرفوا الا بغيتوا تخدموا ان شاء الله بسطيله شحال تقدكم فيها. هذه ديال 45 كتكون عامره. نتوما على حسب الكميه اللي عندكم وعلى حسب الكبر الواحد راه كيدير. صافي هنايا غندخلها الفران. كنقص الفران كيف قلت لكم كنشعلو كنقص عليها الفران مزيان حتى كطيب وكنبقى ندور فيها. شوفوا هنا ديك الديكوراسيون اللي قلت لكم البنات تاع لي بلي كتجي زوينه وكتجي غزاله بزاف. انا درت لها غبرتها غير شويه بالسكر كلاصي من الجناب وغادي نرش عليها شويه القرفه. وهنا البنات واحد النوغه راه سبق لي صوبتها معكم شحال من مره حتى هي درت لها واحد هاد الديكوراسيون بحال هكا. درتها بحال شكل
بهاد بحال معيّن بحال هكايا. وهاد اللوز اللي فيها درت ليه واحد الملمع سطيون بحال هكا مسحته بصبعي. ان شاء الله تاع المره اخرى ونشارك معكم داك الديكوراسيون. صافي هنايا كانت بيكي ديك الفراغات اللي باش نخليوها. كنزوق زعما في الجناب. نتوما كيف قلت لكم البنات الديكوراسيون ديروا اللي بغيتو وديروا الديكور اللي بغيتو. انا عزلت لكم هاد الديكور جاه زوين. كندير لها شويه الورد من جناب وحيده وحيده وحيده. كتشوفوها كتجيب واحد الجماليه بزاف ومذاق زوين. هما رانا خدمت جوجات. نتوما تبارك الله ما شاء الله ديروا اللي بغيتو وحده ولا وحده صغيره اللي يلاه المبتدئات يجربوها. وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. ومبروك عواشركم مره ثانيه ومبروك عيدكم وبالصحه والسلامه ان شاء الله وطوال العمر بصحتكم وراحتكم. هنايا الديكوراسيون كيف قلت لكم البنات كل واحد يديكوري كيف ما بغى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.